برنامج عندي ما نقول لك عواطف جاتنا وحكيت في موضوع حساس شويه اللي هو موضوع العذريه وما ينعكس عليه في الحياه الزوجيه. يبدو لي انه هذا الموضوع الكبير اللي حكينا فيه اليوم في برنامج عندي ما نقول لك ادى المحصله نتاعو طلاق. الليله جات عواطف تجاوزت موضوع الطلاق الى موضوع الشرف، ولينا نحكيو الليله على موضوع الشرف في برنامج عندي ما نقول لك، وزوز مواضيع مقترنه ببعضها في بعض الاوساط الاجتماعيه. على كل اللحظات الحاسمه مع زميله ساره. مساء الخير. مساء الخير عليك. مساء الخير ساره. اشكون بحذاك لله؟ بحذايا سي عمر. مرحبا بك سي عمر. مرحبا عايشك. بربي عندي طلب قبل ما نهبطوا بحذا عليه نشوفوا شكون استدعاك. ماذا بيا تعرفنا بروحك شوي؟ عمر جيت من سبيخة ولاية القروان بالضبط من منطقة سيسب. منطقة سيسب. سيسب. تابعة للقروان. تابعة للقروان. شنو تعمل في حياتك؟ نخدم فلاح. فلاح. شنو تزرع بالضبط؟ فلفل، جلبانة، قمح وشعير. تبارك الله تبارك الله. ربي يعينك. عايشك. علي نجم نبعث لك لانفيتي؟ مرحبا بيه. اتومو. تفضل سي عمر. مرحبا بك سي عمر. بيك عايشك. مرحبا بك سي عمر في برنامج عندي ما نقول لك. تتفرج في برنامجنا ولا؟ نتفرج. يا به بارك الله فيك يا سيدي. وفي معناتها. وفي نتفرج. يا به يا خو بخاطرك يا سيدي. عندكش فكره شكون ينجم يكون استدعاك الليله في برنامج عندي ما نقول لك؟ والله ما نعرفش بالضبط. ما عندكش؟ ما نعرفش بالضبط. شاكك في شخص ممكن. واحد ولا زوز اشخاص ولا؟ ممكن نشاكك في شخص. في شخص به. ما نسبقوش الاحداث. خلينا نشوفوا زوز مؤشرات لعل يقربوا لك والا لا. المؤشر رقم واحد طب. يا سي عمر ناس قبل يقولوا خذ بنات الاصول لعل زمان يطول، مش هكا؟ خذ بنات الاصول لعل الزمان يطول. صحيح المثل ولا مش صحيح؟ صحيح. وقرب لك ولا بعد لك؟ لا نورمالمون فهمت بالنسبه باهي نكملوا المؤشر الثاني. خلي تزيد تفهم بالكدا اذا كان. طب يا سي عمر ناس قبل يقولوا البير اللي تشرب منه ما تلوحش فيه الحجر، مش هكا؟ البير اللي تشرب منه ما تلوحش فيه الحجر. صحيح. ما نردموش صحيح. صحيح مثلا. شاهدوا معايا على الشاشه شكون اللي استدعاك الليله في برنامج عندي ما نقول. عواطف. شكون يا عواطف؟ مرتي ديجا مازلنا كي تطلقنا. باهي خلينا نشوفوها عواطف اش عندها ما تقول لك. عواطف طلبت منا باش نجيبوا لك زوجك او طليقك لانكم طلقتوا. اشنو تحب تقول له الليله في برنامج عندي ما نقول لك؟ جبته يحب يعرف الحقيقه. باش يعرف الحقيقه. شنو هي الحقيقه؟ اي قل له. قال لك شنو هي الحقيقه؟ نحب نعرف هي الحقيقه. الحقيقه عندها هي نحب نعرف هي بطبيعتي نحب نعرف الحقيقه. اني نعرفها ولكن زيد تاكد لي هي اني وياها نعرفوا الحقيقه. انا بحكم استدعيته اني عواطف زوجك طريقك او قدامك احكي معاه هو مباشره. انا جيت لعندي ما نقول لك اليوم استدعيتك في حيث اني باش تعرف انت الحقيقه ورد انا شرف. شنو هي الحقيقه؟ الحقيقه انت ما حبيش تستعرف انه طبيب الشرعي يخلق ربي وكل شيء. لا باهي شوف عمر عواطف مش باش تنجم تعبر توا بشكل انا يظهر لي هكا الظرف والبلاتو ولا قبيلك اتكلمت بالكدا. انا مش نحكي لك الحكايه كيما حكيتها لي هي وقول لي شنو الصحيح فيها وشنو الغلط حتى نبداو متفقين. ساعه سيدي قبل
ما نوصلوا للعرس نتاعك انت وعواطف، انت مقتنع انه البنيه هذه بنت اصل وبنت عائله وشريفه والا لا؟ بالطبيعه مقتنع. هذا متفقين فيه. اي متفقين فيه. هذا متفقين فيه. به فما حاجه اشكال اللي ينجم يصير الاشكال هذا اللي هو باش نفهمك. انت من حقك وانك تشك، تفهم فيا؟ احنا عندنا عاده في تونس وحتى في بعض البلدان العربيه وفي بعض الاماكن في تونس معناتها في بعض المناطق فما عاده قديمه، قاعده اللي هي عاده السوريه هذه. يلزم السوريه هذه بعد ليله الدخله تخرج السوريه هذه وهي اللي تثبت معناتها عفه المراه وشرف المراه. هذا موجود. موجود. كان نحكيو اسمعني نحكيو بصفه عامه ومن بعد توجيو للحاله نتاعكم الزوز. فما حالات اللي ما همش شوي وما همش شاذين برشا، خاطر احنا توجهنا للطبيب وسالناه على الحكايه هذه قال وفما برشا حالات تنجم تصير متواجده اللي المراه تنجم يكون عندها غشاء بكاره مطاطي او خاص. ايش معناتها خاص؟ معناتها ينجم تقبل علاقه جنسيه من غير ما يقع افتضاض غشاء البكاره ولا يصير اثر. يعني ما نجموش نخرجوا السوري عاوجينا هالشي. فهمتك. فهمتني تو؟ انا تو مقتنع ونجم نفهم وانه انت باش يدخلوا معناتها دخلوا لك شويه شكوك وهذه حاجه ليجيتيم شرعيه معناتها تشك الله غالب سبحان الله شنو هكا ولا من حقك هذا. تبقى سيدي انتوما مشيتوا من الاول لطبيب خاص هكا ولا اي الطبيب الاولاني هو طبيب خاص هكا ولا الطبيب الخاص هذا خاطر انا عندي التقارير هم قدامي نتاع الطبيب الخاص ونتاع طبيب الصحه العموميه. الطبيب الخاص كاتب 3 أسطرة بالورقه والستيل. تفهم فيا؟ ماهوش تقرير نتاع طب شرعي مخدوم على قاعده، اما تقرير الطب الشرعي اللي هو طبيب الصحه العموميه مكتوب بصفه مفصله ومدققه وظاهر لعامل ليزاناليز الكل معناتها فهمت والفحوصات الكلها وشاف بالتدقيق الوضعيه شنو هي بالضبط. معناتها انت سي عمر يذر لي ما تنجمش تشكك في مصداقيه طبيب شرعي تابع لوزاره الصحه العموميه وتقول مخ رشوه مثلا ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. لا ما شككتش هكا ولا يستحيل باش شككت في الطبيب. هذا كله باهي. احنا توا من غير ما ندخلوا في التفاصيل انا باش نقرا لك الخاتمه فقط، التفاصيل هم عندي انا اما باش نقرا لك الخاتمه. ايش تقول يا سيدي الخاتمه؟ تقرير في الطب الشرعي راهو باش نقول لك كان تقريبا 4 نقاط 3 ولا 4 نقاط. ايش يقول؟ غشاء البكاره يحمل عده سلمات إشانكرور خلقية إيمان بوليفرانجي هكا كومبليزون يمكن أن تسمح لاتصال جنسي بالعلاج الفرجي دون تمزق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية غشاء البكارة لا يحمل تمزقات حديثة أو قديمة. النقطة الثالثة لا وجود لعلامات ظاهرة للتعود على الاتصال الجنسي بالعلاج. والنقطة الرابعة لا وجود لآثار ظاهرة لعنف جسدي. هذا تقرير الطب الشرعي. هذا تقرير الطب الشرعي سيدي حتى تبدأ الأمور واضحة. واضح ولا مش واضح؟ واضح. أنا نحب نفهم علاش التقرير هذايا ما قنعكش ولا قنعك؟ لا يعني مقتنع يعني وياها مقتنع. يعني اللي طفله نظيفه عفيفه اللي شفته انا اللي شفته انا يعني مقتنع بيه. مقتنع بيه. شنو اللي شفته؟ بالنسبه لي انا مقتنع اللي البنيه هذه نظيفه وشريفه. لا ما لقيتش ما تهنيتش بها. طلبت هي سامحني لا طبيب الشرعي يعني مش شك فيه وحتى انا مشيت لزوز طب مشيت انا وياها ما مشيت. قلت لي ما تهنيتش بها هي يعني ما سارتش الكاي كنت تحكي فيها انت ما سارتش. لا انا طلبت هي هذا تفسير الطبيب الشرعي يا اخي الاخر مش طبيب. هو الاشكال هي مش طبيب زوز طب ما همش طب. لا ما هو الفرق ما همش طب دقيقة عاد لحظة هو باش نفهمك الفرق بين الزوز طب. شنو الفرق؟
التقرير الاولاني نتاع الطبيب الخاص. هاي الورقه اخي انا ما جبتش من راسي. لا فاهمه كي قريت ونعرف التقرير اي معمول يا ولدي وذاك فيه معمول كل شيء فيه. هاي نقولوا احنا بالساق اللي صار معمول الاخر يا ولدي تقرير نتاع طب شرعي معناتها. يا اخي الاخر شبيه يا اخي الاخر لا كيفاش طبيب؟ لا هذايا شرعي مش سامحني خويا علاء مش بالساهل طبيب مش بالساهل طبيب باش يعطي سامحني ما نتبعوش ادق ومش ادق. لا ما هو هذا شرعي والاخر مش شرعي. لا مشيت انا وياه سامحني خلينا نكمل لك. انا مشيت انا وياها لطبيبه في القروان. الطبيبه هذيك قالت امور خلقيه يعني ما اقتنعتش مانيش مقتنع. مشينا المصحة خاصة في شفت روحك هنا دقيقة عاد شوف كيفاش سبقت سوء النية. انت ديجا سبقت ديجا اول طبيب قال لك اللي هي راي حاجة خلقية سبقت سوء النية ما صدقتش. اللي شفته انا ما يظهرليش انها حاجة خلقية. شنو اللي شفته؟ سامحني ثم حاجات اني ما نجمش نحكيهم راهو ما نجمش نحكيهم في المباشر وما نجمش نحكيهم. ثم كلام ما يتقالش ما يتحكيش بالحق. ثم شنو اكثر من هكا حكينا تقول لي ما نجمش نحكي شنو اللي ما يتحكيش؟ هذا تقرير طب شرعي عاد نعرف تقرير طب شرعي. نفهمك الفرق بين شوف كل شيء يتحكى. اسمعني نعطيك الفرق بين طبيب بالطبيب. تفضل. مانيش نحكي اني على طبيب ومانيش ما نشكش في الطبيب الشرعي وما نشكش فيها هي انها هي تنجم خلقيه. لكن ثم حاجات اخرى اني علمتها. شنو هي؟ ثم حاجات انا علمتها ومانيش مش نتحدث عليها وديجا قلتها لها اني علمتها. ثم حاجات انا علمتها ما نجمش نحكيها بالحق ما نجمش. باهي لحظه برك عوض سامحني بالحق. ثم حاجات راهي انا مانيش باهي مش مشكل. عوض شنو؟ يا عوض. نعم سي علاء. توا هو حسب اللي فهمته من عند عمر الراجل يقول لك اللي المشكله مش في المشكل الخلقي اللي عندك. بالضبط. يقول لك فما مشكله واحده اخرى ما هوش المشكل الخلقي وانت في بالك به المشكل الاخر. في بالها به فما مشكل اخر ولا؟ انا بالنسبه لي انا اللي موجوده حكيته وقلت لك مستعده نتعدى على 1000 طبيب وفما قال لك فما مشكل اخر ما نجمش نحكيه قابله الوضع ما حكيتش عليه. قبل الوضع احكي شنو يعني ما نحكيش. يعني بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا ما عنديش حتى اشكاليه. يا عوض تنجم تحكي انت. انا صدقني انا ما عنديش حتى حاجه باش نحكي. انا اللي موجود حكيت تعرفنا فيه على بعضنا ما بقيناش برشا. مي في البريود هذيك خلتني بالحق يعني في البريود الاخرانيه بالحق خلتني شك بالحق وجاتني حاجات اللي خلتني بالحق يعني مانيش بالساهل اني باش مش قلت عديت معاه جمعه بالتليفون وخطبت عمر. هاي عديت جمعه بالتليفون وخطبت لكن بقينا 3 شهور مخطوبين. بعد ب3 شهور عرسنا. احنا عرسنا بعد ب3 شهور. شنو صار في 3 شهور؟ ثم انا قلت لك لا في 3 شهور ما صار حتى شيء. ما في الايامات نتاع العرس في الايامات نتاع العرس سمعت كلامات لكن صدقني ما عاودت لحتى بشر. انت خرجت ليله العرس اي سامحني خرجت ليله العرس. خرجت ليله العرس ما نجمش نسمع. تنجم اي انسان يكلمني يقول لي كلام يفسد. مش كل حاجه تسمعها معناتها صحيح بالطبيعه ماهوش كل حاجه لكن لقيت الدليل. لقيت الدليل. لقيت الدليل. هاو الدليل اول مره هذايا الكلام هذايا اول مره هاني كانك تحكي على الموضوع هذاك الدليل خلقي. أنا الدليل لقيته دليل خلقي يعني ثم عباد اخرى تعلم به الدليل هذاك. حاول تحب توصلني ليه انا ما نحبش نحكيه. احكي ما نحبش نحكيه بالحق. ثم صغير ثم بالحق ثم حاجات ما فماش حتى مشكله. انا ما نحبش نحكيه الدليل ما نحبش ثم حاجات ما نحبش نحكيها. يعني شوف بالنسبه لي انا ما عنديش معاها تتسمى ظلمتها. هي تقول لك احكي وتشوهها في سمعتها. ما شوهت لهاش سمعتها ديجا. لا خاطر كي تقول ما نحكيش ما نحكيش يعني تقول ما نحكيش عمر. هاو نجيب لك الحكايه من الاخر. توا احنا توانسه وربي يعرف ميمونه وميمونه تعرف رب. بالضبط. كي تقول احنا معناتها انا ما نحكيش عباره على انك تقول وانا مشيت مع رجال اخرين. ما هذا هو اللي تحب تقوله يا عمر. هذا العباد انا والناس اللي في ديارها توا هذا ايش باش يقولوا على المراه هذه وهذا يتسمى سامحني تشويه للسمعه. اني مريت يا تحكي يا شنو يا تقول الكلام هذا. شنو الكلام هذا بالنسبه لي انا الانسان لا ما ريتش انا وما ما علاش تتبلى عليها. لا مانيش نتبلى عليها وما عنديش معاها حتى مشكله. اني تظلمت
والتو الى حد اللحظه هذه مظلوم، واللي يسكت ما يحبش يجري ويحكي ويتشاوه بالعباد ويتخوبث بالحق، يولي هو الظالم وهو انت بالنسبه لي مطلقها لحظه برك مراه مطلقها ليله دخلتها ليله عرسها وانت تقولي تظلمت. اي تظلمت. اكبر اهانه تنجم تصير للمراه هو اللي صار لها مع نهار ليله الدخل. اي صار لها يعني بالحق كنت تنجم تسترها والموضوع يقف غادي ما تسمعش بيه. كنت نجم نسترها، كنت نجم نسترها. هذيك حاجه غلطت فيها يعني بالحق، يعني ذيك الغلطه اللي غلطتها اني ما استرتهاش. اي الغلطه اللي غلطتها اني ما استرتهاش بالحق، وديجا طلبت منها سماح من بعد اني ما استرتهاش بالحق. هذيك نستعرف بها قدام العباد وقدام ربي. انت خليتها راكب يعني فضيحه في الحومه كل درجه. وبالنسبه لي انا هي تجاوزتني يعني اني طلبت دارهم هزوها دارهم، هزيتها للطبيب رجعتها باتت في داري. عباره اختي وهي تشهد على الشيء هذا، عملتها عباره اختي. مشينا المصحه وصلتها لدارهم وتحدثنا وعندي شاهد معانا صدقني صحيح. هي طلبت. في بالك اللي مرتك حبلة ساعة ولا؟ في بالي الشهر التاسع ولا؟ في بالي في بالي اللي هي حبلة. في بالك اللي في كرشها ولدك ولا؟ يكون ولدي علاش لا؟ مانيش مش ننكر اني ما في ولدي. شيء هي يتولد الساعة ما عادش نصدقني. ما نصدق شنو؟ ما عادش نصدقنا بالحكايات هذه، ما عادش نصدق اللي كان بالاثبات بالحق. ما عادش نصدق اللي صار عليه، ما عادش نصدقه. ما نجمش تستنى شوية انت؟ شنو؟ ما تصورش روحك تسرعت شويه في الطلاق؟ علاش تسرعت؟ اولا ما كناش من ليله الدخله ديجاج يا رسول الله، من ليله الدخله ديجاج البر. لا وصلتها لدارهم وعلى اساس اني تفاهمت انا وياها باش نكملوا نواصلوا نثبتوا. ساعة انت تظهر صغير. عمرك قداش عمرك سامح؟ عمري 36 سنه. 36 سنه متفتح تبارك الله ما شاء الله. نعرف يعني بالنسبه لي انا لازم تاخذ الامور برصانه وتاخذ قرارات صحيحه بالحق في عقلك. ما ماكش وليد صغير هي بالحق. ويجي نقول لك واحد يربح ثواب كي يستر عرض الناس. اني قلت لك اني غلطت في اللحظه ذيك ما نعرفش تسرعت. وفي بالك يا عمر اللي المراه حرقتها في بلادها الكل، حرقتها شطها. عليه؟ شنو عليه؟ هو باش نقول لك عليه. علاش؟ هما فما نساء يبداو عاملين ويستروهم ويكون موقف رجولي. فما بالك امراه مش عامله. الله اعلم. الله اعلم. شنية تو؟ الله اعلم. الله اعلم. بالنسبه لي انا ثم ربي يشهد عليا. بالنسبه لي انا ما نزيدش عليها حتى حاجه راه. وكان جيت نعرف وما ثماش كلمات اللي تدل على الشيء هذاك يستحيل. يستحيل على الشيء يعني ما لقيتهاش سبيه. شنو هو الشيء هذاك؟ انا قرينا لك التقرير الطبي يا ولدي. يا اخي مشيت انا للتقرير. يعني مشيت للطبيب وديجا بعد هذا الكل ونسيت. سامحني خويا علاء. وبعد هذا الكل ونسيت الموضوع هذاك وتجاوزت وجت ناس توسطت. سمعتني قريت في التقرير ولا؟ تقرير جت ناس توسطت وعلى اساس ان مش نمشوا للطبيب ومش نشوفوا الطبيب هذا يقبلنا نطلقوا باش نمشوا نتاكدوا. بقيت قبل الجلسه تقريبا ممكن حكايه 20 يوم اكثر واني نتحاول معاها باش تجي. اخر مره اش تعمل لي؟ طلبتني بالتليفون على اساس صاي مشيت للمصحه خاصه وتفاهمت مع رئيس قسم انها مش يعني مش تعمل لنا طبيب بامور معنا امور سريه معنا بيني وبينها. كان الامور واضحه مش ترجع لدارها، امورها مش واضحه، كل حد يمشي على روحه ويكتم سره. في الاخر تعمل لي وقت اللي كلمت مصيا هابتين في الاخر تعمل لي جيب باباك ولا اخوك. شنو تحبني نعمل؟ ايش معناتها؟ ما فهمتش. ما نعرفش يعني ما نعرفش شنو معناتها. ما فهمتش شنو معناتها. ما فهمتش بالنسبه لي انا شنو معناتها شنو تقصد. يعني قلت لك انا بعثت لها تقريبا يجي 4 ولا 5 مرات وكل يوم غدوه كل يوم غدوه. يمكن الحكايه بعد 20 يوم. وقت اللي تفاهمنا بالضبط في الصباح اخر مكالمه يعني طلبتني هي بعد قلت لها هاني هابط وقت اللي مش نخرج نطلبك باش تخرج انت وباباك والسيد اللي مش يهزم. من بعد طلبتني بعد بنص ساعه قال لك بابا جيب بوك ولا اخوك. من وقتها كل حد علاش يا عواطف طلبت بوه ولا اخوه؟ بالنسبه لبابا قال لي ما نمشيش معاه الا معنا ما يكون معاه باباه ولا اخوه. انا انسانه قاصره وبابا طلب معايا كيما هكا. يعني بابا وقف معايا وكل شيء. في اخر لحظه انا باش نعطي كلام بابا ونقول له لا باش نمشي للطبيب حتى ما هو جاي باباه ولا اخوه. باهي
انا لا حول ولا قوه الا بالله. انت لو فرضنا شو اللي خلقك لو كان جبت معك ابوك ولا اخوك؟ والله بالنسبه لي انا بابا وصلته بالحق، يعني شوهت له سمعته، نطلب منه السماح بالحق، يعني شوهت له سمعته بالحق. واخوك في الحاله هذه وما حبيتش بابا ديجا اللي السيد لا اللي كان واسطه بيناتنا. عمر اخوك علاه ما بعثتش اخوك؟ سمح ما جبتش يعني في الوقت هذاك على اساس ان مش نوصلوا في وقت معين. يعني البقعه بعيده شويه، يعني مش نوصلوا التسعه وقتها تقريبا. كان عليك لو كان خذيت بالخطر وبعثت اخوك يا عمر؟ علاش؟ نيل معني بالامر ما هوش خويا. بالنسبه لي انا ما عادش نمن هذا يا اخوك ولا في الامور هذه، ما عادش نصدق حد. ما عادش نصدق حد في الحاله اللي صارت عليا والظروف. يعني مانيش نادم اني عرست بها ولا لقيت هكاك. ربي يجعل لي شيء هذاك. شوف عمر باش نسالك سؤال يا عمر. اي باش نعملوا هيبوتيز دو ترافاي. لو فرضنا افتراض انت توا بعد اللي صار هذا الكل يا عمر، حسب رايي انا اي ما تنجمش تكون متاكد اللي الحكايه لهي لا على اليمين لا على اليسار. ما تنجمش. كلامي صحيح ولا غلط؟ ما نجمش نتاكد. ما متفقين في هذا. مانيش مرتاح. تبعني يا عمر في تسلسل الافكار بشويه واحده. باهي معناتها يا عمر الفرضيه، تبعني مليح، الفرضيه وانك تكون ظالم المراه هذه جائزه، نعم ام لا؟ ممكن انك تكون ظالمها، صحيح ولا لا؟ علاش؟ ليه مانيش ظالمها؟ ليه بشويه يا عمر سامحني عاد. انا ما قلتلكش راك ظالمها. لو فرضنا انه المراه هذه الفرضيه وانها ما عملت حتى شيء، فرضيه افتراض نفترضه، نفترض موجوده ولا مش موجوده؟ فرضيه قلت لك. انت ما دامك ماكش متاكد، انت بفمك قلت لي مانيش متاكد. علاش متاكد؟ شنو مانيش متاكد؟ يعني سالت قلت لك مشيت لبرشا شنو عاد كلامك متناقض هكا؟ علاش؟ شنو كلامك متناقض. متاكد من ايش انت؟ سامح من شنو متاكد؟ يعني متاكد لي بالنسبه للمراه هذيك، بالنسبه للمراه هذيك تعلم بروحها بالشيء هذاك هي وامها وما علمتنيش. اني متاكد منه الشيء هذاك، متاكد منه الى حد اللحظه هذه. اني متاكد منه الشيء هذاك. خلقيه طاحت صرت لها اني متاكد منه الشيء هذاك. الله اعلم. اني متاكد منه. يا عمر راي المراه حتى نبدا واضحين مع بعضنا. قبل ما تعمل علاقه جنسيه يعني ما قلتش عملت، يستحيل وانها تكون متاكده. ما تنجم تكتشف الحكايه هذه الا ليله الدخله نتاعها يا عمر. بالطبيعه. وهي ليله الدخله كانت معك انت. اي بالطبيعه. على اساس انك راجل. هي اما لا كيفاش تحبها تعلمك من قبل بحاجه هي بيدها ما في بلاش بها وما عملتهاش. قلت لك ثم حاجات بالحق رام، ثم حاجات يعني كنتش ندري. ما كنتش ندري بالنسبه لي. انا ما كنتش ندري زاد اني باش ما كنتش نتصور اني باش نلقاك هيك ولا باش تصير لي الشيء هذاك. ما كنتش نتصور. نقول لك حاجه يا عمر. راهو توا كيف تبدا امراه تخدم في مخها والفهم يفهم. صحيح هكا ولا وتنجم تكون عملت اللي ما يتعملش راه هكا ولا يركز معايا عاد واحده شوي بشوي. والنساء هذوما كي يبداو ماضيين يمشيوا لطبيب يعمل لهم رتق لغشاء البكاره. باهي نوضح. انا نعرف. باهي وانت خويا وراسك انت، لا انت لا غيرك لا تفيق بحاجه. باهي والمراه هذيا لو كان جات على سوء نيه راهي عملتها، راهي عملت رتق غشاء البكار. تعرفها الحكايه هذه ولا ما تعرفهاش؟ اي نعرفها. نعرفها. وتعرف اللي هي تتعدى على الرجال الكل ولا؟ نعرف. صحيح. اي نعرف. معناتها سي عمر انا يظهر لي المؤشرات كلها تدل على حسن نيه المراه هذه. وني على سوء نيه. حشاك يا راجل. اي يعني على نيه هي على حسن نيه وانا على سوء نيه. حشاك يا راجل وما تقولنيش. اي الكلام هذا ما قلتوش.
انت راك سي عمر على اول ما جيت لهنا البرنامج وقعدت راني بحكم المجتمع نتاعنا وكيفاش تربينا وكيفاش عشنا والكلمات والسلامات والتوتويت والتبتبيت، قلت لك راهو نعذرك ويمكن تشك، من بعد بشويه بشويه المؤشرات اللي جات من بعد في الحكايه هذه كلها تدل على حسن نيه المراه هذه. هذا هو القصد. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ فهمتك فهمت معناتها وانه المراه هذه، وها نحبك تجاوب لي على سؤالي. المراه هذه وانها تكون على حسن نيه، افتراض راهو افتراض. انا شوف ما قلت لكش هي على حسن نيه، امكانيه افتراض انها عن حسن نيه وارده ولا مش وارده؟ نجم تكون وارده بالطبيعه. نجم تكون وارده نجم تكون وارده مهما تكون الاقاويل ومهما تكون كلمات العباد نجم تكون وارده. باهي يا سي عمر، ما دام هالامكانيه هذه وارده ومتوفره، توا نفترضوا انها هي على حسن نيه، نفترض ما تراش وانها مسكينه المراه هذه من غير ما عملت لا يديها لا ساقها لقات روحها في تمرميده، بالحق تمرميده كبيره برشا وتشويه سمعه، بالاخص وانا جاي من الريف البنيه ومن بلاصه صغيره نعيشوا في الريف والناس الكل تعرف، الناس الكل غادي ماك تعرف كي اللي يتعدى يعرفوا وين ماشي. وحتى مسكينه المراه باش تعاود حياتها راهي ما تنجمش وزيد عندها صغير في كرجه. عباره على المراه تحطمت ظلما بصراحه. انت قلت الامكانيه هذه وارده يا سي عمر ولا مش وارده؟ قل لي وارده ولا مش وارده؟ ما نتصورش كيفاش تحطمت ظلم. هي تحطمت وني ما تحطمتش. توا درت في الحيصه انت يا عمر راك. توا قبيلك قلت لي وارده. انت كي عملت لك الجروسو مودو قلت لي لا مش وارده. قلت لي افتراض. قلت لي افتراض. يعني باقي نفترض باقي نفترض. خلينا نكملوا نخدموا بالافتراض تو بعد نقول لك وين نوصلوا. ها نقول لك علاش، خاطر الافتراض هذا يا سي عمر راهو باش يوصلنا الى حاله نتاع ظلم خايبه برشا. لو كان يتاكد الافتراض هذا المراه راك محقتها ما خليت فيها حتى شيء، مستقبلها كل حطمته لها. ولو كان جات ما عندهاش ثقه كبيره في روحها راهي ما جاتش للتلفزيون حكيت حكايه كيما هكا، كان جات خبيثه كيما كنا نحكيو وعندها سبل اخرى راهي نجم تعديها عليك فاسيلمون. اما هي بنت بابا الله مسكينه اللي فما ذاك هو اللي فما فوق. قلنا نحن انا ايش قلت؟ ما قلت لي فما ما سمعتش كلمات، فما سمعت كلمات قلت لك في البريود نتاع العرس. بريود العرس بالحق معنى يا ولدي كنت تشوف الكلمات اللي يقولوا فيهم لكن انا نسمع سامحني خويا والله واحد من الناس كان تشوف الكلمات اللي يطلعوا فيهم عليه. نعرف لكن خلي مسكين عليه هي ولا على ولا على بي ولا سامحني لكن كلام الكل يطلعوا لكن تسمع كلام على عرضك شنو تلقاه الشيء اللي تسمعه تلقاه. اخويا اللي سمعته وانا لقيته ايش لقيت؟ يا اخي سمعت ان هي ما هيش صبيه، لقيتها هي ما هيش صبيه. شنو معناتها؟ شنو تسميه هذا؟ خويا شنو تسميه؟ يا عمر العباد اللي لسانها موذي يا عمر اول حاجه دقيقه يرميوها، اول حاجه يا عمر يرميوها باش يفسدوا عرس، يقولوا راهي ماهيش صبي ما فسدش العرس باش يفسدوا عرس. ما فسدش العرس وكمل العرس ما فسدش. اما هي يا عمر من سوء الصدف، من أسوأ الصدف انها طلعت عندها حاله خاصه في الحكايه. عاد انت يا اخي سامحني خويا لا سامحني خلينا نكمل لك. سامحني يا اخي خلينا نتكلم زاداني يا اخي. هي شوف سوء الصدف تكلمت عليها العباد وقالوا ومن بعد تظهر في الحاله ذيك ومن سوء الصدف انها هي تطلع امور خلقيه. ونمشوا لزوز طبة يقولوا لي يعني ما هيش خلقيه، يقولوا لي معنى حاجه ما هيش خلقيه. لا 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 ما لا 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 تو انت بديت تقلب في الموضوع. تو زوز نقلب في الموضوع. انا مشيت الطبيبه نتاع القروان الاولانيه قالت خلقيه والطبيب الشرعي اللي عمل التقرير المفصل قال لك خلقيه. شنو فما طبيب واحد كاتب زوزوسترا هم عندي فما طبيب سامحني يا عمر هم زوز طبه سامحني انت يا عمر تحب تصدق اللي تحب يساعدك. لا ما نشكش فيه انا طبيب. وهو التقرير الاولاني هاني نقرا فيه والطبيب الاخر انت بفمك قلت الطبيبه المراه نتاع القروان قالت خلقيه. قالت خلقيه المراه الاولى وقت اللي عائلاتنا نحن موجودين مي وقت اللي طلبتها على اساس انها مش حضر لي التقرير
بعد ما مشيت السوسه واخذت التقرير هذاك، قلت لها حضرت تقرير، قالت لي ليه ما نجمش نعطي تقرير. باهي قلت لها الدكتور الفلاني في مصحة تعرفوا؟ قالت لي نعرفه. قالت لي نعرفه الدكتور معروف وكذا. قلت لها راهو اعطاني تقرير اللي هي ما هيش صبيه، وانت قلت لي حاجه اخرى. قالت لي اخويا راه من العائلات نتاعكم طلبوا مني من قبل اني باش نستر الوضعيه، يعني مانيش مش نزيد عليها حتى كلمه زاد، مانيش مش نزيد عليها. وني ماذا بيا انا وقتها ماذا بيا نجري اني بالحق نلقى حاجه انها بالحق تزيد تشجعني لان نطلع غلط. باهي بس عمر، انت تفل اللي ان شاء الله ربي يوصلها بالسالم اللي في كرشه، مقتنع لي هو ولدك ولا؟ هي نجم يكون هي مقتنع ولا؟ هي كي تولد مازال فما فرق بين مقتنع وبين ينجم يكون. ينجم يكون ولدك ولا مش ولدك؟ ينجم يكون مش ولدي، ينجم يكون ولدي. ماكش مقتنع؟ اي مانيش مقتنع. عندك شك؟ اي عندي شك بالحق، عندي شك. مازلت تو شو برنامج باش تعمل تحليل جيني؟ باش تعمل اي وقت اللي تولدت كي تولدت ونشوفوا. عنده وقت هو يتولد فيه كي يا ودي ما عندك ما تشوف هذا بالقانون. هاي بالقانون احنا قاعدين نمشوا في القانون. احنا مشينا جاب صداق معناتها. مانيش تستعرف بيه ما تستعرفش بيه امور. اي ولدي هذاك لكن مش يكون ولدي مش نستعرف بيه بالطبيعه في كل شيء. عواطف مش حاجه تحب تقولها لطليقك؟ عواطف كما ربي بالطبيعه ثم كان ربي، كما ربي ثم ربي شاهد علينا زوز بالطبيعه. كاو يا عواطف ولا ما عندك ما تقول؟ انا ما سي علاء قال لك كيفاش تكون هي خلقت ربي؟ مستحيل تكون. اش بيه ربي خلقها كان هي المجتمع الكل؟ لا انا ما فماش كان هي، فما بالالاف كيفك. انا شفت جيت لعندي ما نقول لك هو يحب يعرف الحقيقه، انا استدعيته ما عنديش اشكاليه، يحب يعرفها ولا ما يعرفهاش، انا اللي عليا عملته باش نكون بريئه قدام ربي قدام ولدي اللي باش يجي. امنيتي الوحيده في الدنيا انا البيبان الكل دقيتها ما تحل حتى باب في وجهي. انا جيت لعندي ما نقول لك باش تعاونوني تعدى حتى على 1000 طبيب وناخذ حقي من الطبيب اللي وصل لحالتي كيما هكا واتم لي ولدي. ما حاجتي في شيء في الدنيا. انا اللي شفته الحمد لله فيه البركه. انا مانيش واني باش نعمل حياه جديده، عندي اكل وليد عطاه لي ربي. عواطف ان شاء الله يكون لي من ظن صالح. عواطف انت تحب تشكي بالطبيب اللي قال كذا وكذا؟ انا قدمت به شكاية لعملت الاطباء في تونس وما نلت شيء، قدمت به في سوسه وما شفت حتى شيء. تعرف علاش يا عواطف؟ انا نحب نرد شرفي كيما جيت انا اليوم. يا عواطف لحظه برك. نعم سي علاء. فما بعض المهن راهو اللي عندهم اون اوبليغاسيون دو ريزولتا، عنده واجب نتاع نتيجه مفروض عليه. معناتها كي مثلا اكزامبل كي تتعاقد مع مقاول تفهم فيا باش يبني لك دار، مجبور باش يبنيها لك الدار. تبقى مثلا في المحاماه بار اكزامبل ولا في الطب والا مش معناتها انك خذيت محامي معناتها باش تخرج بريء. ومش معناتها انك خذيت طبيب باش يعطيك التقرير صحيح. معناتها الخطا الطبي وارد. معناتها ينجم الطبيب هذا يا عواطف ارتكب هفوه وخطا طبي في التقييم. تفهم فيا؟ لا محاله هي هفوه كلفت لك انه حطمت لك حياتك، هذا بدون نقاش. يا اخي بالسهل هو بالسهل. اما هي راهي هفوه. لحظه بركه. لا بالسهل يا ولدي. ديرنييرمون يا ولدي نساو دقيقه على 40 دينار هو على 40 دينار يحط يا ولدي. ديرنييرمون نقرا في الجريده ولد البارح واحد نساو نقصوا فاصمه في كرشو. شو تقول لي في سبيطار في تونس هكا يغلط انه باش يوصل. وفما مراه يغلط انه باش يوصل يحطم عائله هكا. دقيقه نحكي معاك عاد. فما مراه سيدي اسمها دوجه. تفهم فيا؟ وفما ديكري دوجة يظهر لي تسمى باسمها. تفهم فيا؟ مشيت عندها مشكلة في الكلاوي، الطبيب لقى عندها مشكلة معناتها في كلوة، نحالها الكلوة نتاعها من غير ما يثبت اللي هي حالة خلقية خاصة، وعندها كان كلوة واحدة، فالمرأة قعدت بلا حتى كلوة. هذا خطأ طبي قاتل وفادح. زوز طبة زوز غلطين. زوز طبة على خاطر سيدي الطبيب قبل ما ينحي لها الكلوة ما ثبتش اللي هي عندها كلوة واحدة،
باش تقول لي انت واحد على قدر قداش من 1000 عنده كلوه واحده، هاو جال واحد اللي عنده كلوه واحده، وراو الاخطاء الطبيه بالالاف وشائعه في العالم الكل. نعرف كان عندنا برنامج يقع الشيء هذا، كان عندي خلينا نقول بربي خلينا نتكلم، كان عندنا برنامج الحق معك اللي يجيونا فيه مئات الاخطاء الطبيه بالمئات، باش نبداو واضحين معناتها ماهيش حاجه غريبه راهو فهمت. باش تقول لي طبيب اللي يكتب لك السطرين هذوما ودرا شنو راهو كلامه مش منزل استغفر الله يا ربي، لا ما يجيش الكلام هذا، باش نبداو واضحين هذا ونسكروا الموضوع هذا. اخويا بالنسبه لي انا ما مش حكايه طبيب شرعي ولا طبيب عادي، راهي هذيك حكايه كز الريقه يعني باش يبردك. انا اللي بالحق يعني ما عادش مرتاح بصراحه، معنا ما عادش مرتاح، ما عنديش حتى اشكال، ما عنديش حتى اشكال معاه. بالنسبه لي انا ما عنديش حتى اشكال معاه. صحيح سمعت كلمات باهيه وسمعت كلمات خايبه. عمر نجم نحكي معاك بكل حريه ولا؟ شوف على راحتك. اي نحكي. لحظه عاود خطوه ونرجع لك من غير ما تغشش مني ولا لا ما تغشش منك، ما تغشش. لا بالحق ما انت نحكي باللي موجود بالمكشوف. انا فما حاجتين نحب نقولهم لك. اولا نجم تقول انه المراه هذه طار لي منها كيف، والمشاكل كثرت والمشاكل وسمعتها وانا ما عادش عندي حتى احساس تجاهها ونحب نطلق وينتهي الموضوع. صحيح. وهذه حاجه القانون يعطيك فيها الحق. صحيح. اقلقت فديت اخوات لا مش قلقت مش فديت. لا سامحني ثم حاجه من الواحد. يا مازال تتكلم. يا مرة خلينا نكمل لك الفكره ومن بعد بشوي. لاسباب يا خويا تخصك انت. انت قررت باش المراه هذه تطلقها. انت كيما القانون يعطيك الحق. صحيح. وهذا من حقك وما ينجم الحق هذا يفكولك حتى واحد. معناتها ابسط حاجه تنجم تقولها انه المراه هذه ما نحبهاش، اكتشفت اني ما عادش نحبها وما عادش نحب نعرس بها ونحب معناتها نقطه للسطر ونطلق ان شاء، وهذا حقك القانوني ولا يناقشك فيه حد ولا يلوم عليك حد. تبقى سي عمر ها وين نلوم عليك؟ كان انا نلوم عليك في مساله واحده، انه المراه هذه خليتها فضيحه. ثم رجال ستر وسال اليوم عاملين، جيت انت في هذه وما حبيتش تستر ورغم اللي المراه هذه مش عامله. انا ناوي نلوم عليك، نلوم عليك لهنا في النقطه هذه. طلبت منها هذه سامحني خلينا نكمل يا عمر، يا عمر ما تغشش مني مش شوي واحده خذني على قد عقل. انا نحكي على الموقف راه مش عليك انت، نحكي على الموقف عموما. نعرف موقف كيما مسه هي انا الموقف نقولها لك برجوليه ما ضرليش رجولي الموقف، وانك امراه كيما هكايا مرمتها هي صحيح اني غلطت كي خرجتها بالحق، غلطت هذيك بالحق نستعرف اني بالحق. من بعد جات اختها مشينا للطبيب، جات للطبيب تقابلنا غاديكا وبالحق يا عمر هذاك متفاهمين فيه عاد حكينا فيه هذاك. لا الطبيب هذا من بعد، هذا من بعد. لا ركز معايا يا عوض. لحظه بركة ونرجع لك يا عوض. عندي سؤال، مازال عندك احساس تجاه الراجل هذا؟ مازلت تحبه ولا لا يا عمر عندكش احساس تجاه المراه هذه؟ لا بالنسبه لي انا بالحق يعني اني ديجا واضح. تفضل ديجا قبح يا عمر. اقف يا عاطف. سي عمر فما عواطف طريقتك وراء هذا الستار. سؤالي ليك، يفتح هذا الستار نعم ام لا؟ يفتح الستار ما عنديش حتى مشكل معاه. يفتح على شنو؟ يفتح ما عنديش حتى مشكل معاه. بالنسبه لي انا ما عنديش حتى مشكل. دقيقة. يفتح معناتها تحب ترجع لمرتك، معناتها ترجع معناتها تخوها. بالنسبه لي انا عندي حاله معينه تحب ترجع لدارها هي وصغيرها. كل حد يعيش حياته ومنا ما عادش نجم نرتاح. بالحق شنو بالحق ما عادش بالنسبه استنى اخي مش تردها صاحبتك يا ولدي مرتك. لا وانت مطلق تعاود ترجعها وتكتب عليها صداق؟ لا ما نرجعش. ليه الصداق؟ لا هذه ممنوع بالقانون. تهز امرأة تعيش عندي. ليه شنو نطيشها عندي في دار؟ هذيك دار ولدي، هذيك تحب تمشي تسكن في دار ولدي تمشي. يعني ما عادش بالحق ما عادش. ما فهمتكش. يعني ما عادش والله مخي اقعد يا عمر اقعد. تعبتني يا عمر ما فهمتكش. تعب الحق يتعب الراس يا عمر. شنو تحبني نعمل؟ ني مظلوم شنو تحبني نعمل؟ يا عواطف. نعم شنو تحبني نعمل؟
فهمتوا شو يقصد ولا ما فهمتوش؟ اي وطلبت منها. انا ما فلتته راني ما عادش نطبع فيه، فاتني بربع محطات. انت فهمته ولا؟ انا ما عاد فاهمه شيء في الدنيا ذي. عاد كنا مانيش فاهمين. عاد بالحق فاهم حاجه انت؟ انا مانيش فاهم شيء. نفهم حاجه نفهمها، حاجه واحده نفهمها، كي تصارحني هي وحدها وتحكي لي هي الحقيقه حتى وحدها اني سامحها وممكن نرتاح. يا عمر اما ما دامني ما عرفتش الحقيقه مانيش مرتاح. عمر بالحق عمر ركز معايا يا عمر. معناتها انت يا عمر باش تتفرهد باش نجيك بالاخر خساوي الحي. لا تحبها تقول لك حتى كان ما صارتش راني عملت علاقه مع حد. لا لا ني نعرف. شنو انت تعرف؟ ني نعرف الحقيقه. ني نعرف الحقيقه. نيمة والله العظيم والله ربي. والله لا تعرف شيء. والله ربي باش ظلمها الانسان هذه مانيش ظلمها. لاني انا اللي سمعت دليل لقيته زيد. ثم ربي في الدنيا مانيش لاني طمع فيها لا قبل لا حد شيء. ثم افتراض انه نجم يكون اللي سمعته غلط. أنا اللي سمعته وشفته. اللي سمعته وشفته. ما حبيتش معناتها خليت القيل والقال حطم لك حياتك. لا يعني قلت لك عادي يا ولدي القيل والقال هو اللي حطم لك حياتك. أنا اللي سمعته قبل لا نعرس لقيته. في عرسي لقيته. شنو تحبني نعم؟ أي إنسان في بقعتي نهار عرسه يسمع حاجة بالحق الدهش حسبتها حاجة عادية. أنا قول لي شنو تحبني نعم؟ شنو تحبني نعم؟ أنا نحب نكون محايد بيناتكم. والله غايدني كطفل اللي في كرش. بالطبيعة حتى أنا غايدني. تو نحب توصلت قبيليك قلت لك يفتح الستار. قلت لي يفتح. شنو المشكلة أني باش مش نسكر عليها الستار؟ يفتح الستار شي نجر عنه. قلت لي تروح لدارها. هي تحب تروح لدارها. انا طلبتها باش تروح لدارها قبل لا نطلقوا. تعيش معاك ما انت. لا بالنسبه لي انا الانسان هذيك بالحق ما عادش نرتاح له بصراحه. معنا ما عنديش حتى خلفيه نتاعها. مي سبحان الله. لحظه يا عمر لحظه. عواطف. نعم سي علاء. عواطف. نعم سي علاء. حسب ما فهمت انا هو راهو يقترح عليك باش تروح يعطيك دار معناتها وتعيش فيها انت ولدك تربي فيها ولدك. تحب تاخوها الدار هذه ولا ما هذا هو القصد؟ ما يسالش على خاطر ولدي تولد. انا شوف انا ولدي عنا ربي. انا المهم الرد شرفي ما يهمتيش في الدنيا الكل. انا استدعيته هو حب يعرف الحقيقه. انت معناتها تقعد تخير تعيش في دار ابوك؟ تبيع عندي ربي وتقول له دارك خليها عندك. تبيع مش باش نعمل بها. انا انسان وتاخذ النفقه اللي يعطيها لك الحاكم. كان عطاه ما كانش عنا ربي يعمل لنا قسم. لا يعطيك الحاكم حقك مكفول بالقانون. نفقتك انت ونفقه ولدك. ربي يفضل لنا مجال الاحوال الشخصيه ان شاء الله بركه ما تمسش. نفقتها نعطي فيها نفقتها. لا عطيتها نفقتها. باهي بالنسبه لي تعود تقفي عمر. نجم نقفي. اقفي يا عواطف. عمر يفتح الستار نعم ام لا؟ والله نعم ام لا؟ يفتح. انا قلت لك شاب يا ودي يفتح على شنو يرحم ابوك؟ هاكم كيك سالك كل شيء تقول يفتح الستار والمره تصير الحكايه كيما هذه. انت يا ودي فاهم ولا ماكش فاهم تو؟ فاهم. احنا مطلقين. باش يفتح على شنو؟ احنا مطلقين. الدار قالت لك خليها عندك. نحن مطلقين. مستعد تعاود تكتب عليها صداق وتاخوها المراه ولا؟ لا بالنسبه ليه نعيشوا على عرف الجيل. ومصدقها ولا ماكش مصدقها؟ لا مانيش مصدقها. ما لا يفتح الستار الواحد. عندي ولدي. تفيق يا عمر. عندي ولدي هذاك نخمم فيه. عندي ولدي هذاك كيجي. يا ولدي هذاك ولدك موجود يا عمر. اي ولدك ما يفكرك حتى واحد. ولدك انت قبيليك ساعه قلت لي شاكك اللي هو ولدي. ايش بيك درت في الحياه انت تو ولا ولدك يا عمر؟ عمر ركز يا عمر. احسبني اخوك يا خويا الكبير وما تغشش مني. ما عندك برشا هزين ونفضان يا عمر. تهز وتنفض. فاش الهزين ونفضان؟ تهز وتنفض. اولا تسمع ياسر كلمات وذيني سامحني في كلمه. اثنين يفتح الستاره ما يجيش ما ادري شنو ما يا اخي زوز سامحني. مره ولدي مره مش ولدي ملخبط شويه يا عمر. بك تطيح يا عمر. ركز قدم قدام يا عمر. لا تتركز غادي. قدم شد روحك. ركز يا عمر. زيد قدم يا عمر. زيد يا عمر زيد قدم يرحم بوك. ما نطيحش لاباس ما نطيحش يا عمر. تو كيف باش يفتح الستار يا عمر؟ انت ربما ماكش مستانس بالبرنامج نتاعنا. راهو كي يفتح الستار معناتها
واحد راهو قابل الصلح وراهو مصدق وراهو مقدم تنازلات ويحب يرجع لمرته ويحب يركح الامور. هذا مش معناتها حل يفتح الستار، مش معناتها حل الستار. اي لا حلو فهمت؟ راهو فما معاني كبيره. راهو الستار هذا عنده معاني رمزيه كبيره، انه يصالح بين الناس، انه يحل الحوار بين الناس. مش يفتح الستار ايه حل وانا مش مصدقك وبيك وعليك ودرا شنو اي يفتح الستار. لا حل الستار فما حتى مش امر. نعم يفتح الستار نعم ام لا؟ لا. على خير يا على خير. لا لا خير. ها من الدنيا القاسية. متعب الرجل هذا والله، متعب رجلك يتعب. عادش راجلي عاد. شوف هكا ولا هكا ولدك جاب صداق، متفقين فيها هذه، وحتى تبدا الامور واضحه. لا ربي يوصل بالسلم. انا تحب تعاونوني وتعمل التحليل نتاعك يا مدام، وانت مراه راك نظيفه وعفيفه، وانا متاكد يعمل ربي مليح بما لا يدع مجال للشك. ما جيتش هكا كيما انت، راك عمرك ما جيت البرنامج عندي ما نقول لك وتحكي حكايه كيما هكا. وحسب رايي انا وحسب ما نعرفش حتى يمكن الساده المشاهدين يعرفوا هذايا، راي كرامتك محفوظه وشرفك محفوظ. ما نعرفش الجمهور كانكم مصدقين هالمراه هذيا صفقوا، كان ما كنتش مصدقين ما تصفقوش. حسبي الله ونعم الوكيل. مدام الجمهور هذا راهو عينه من المجتمع التونسي اللي شاهد. خلينا نكمل. الجمهور هذا راهو عينه صغيره من المجتمع التونسي، للناس اللي قاعدين توا في ديارهم وقاعدين. الرساله نتاعك مدام وصلت، وان شاء الله ما نسمع ليك كان الاخبار الطيبه ان شاء الله. بنايه ولا وليد باش يجي ساعه؟ وليد. ربي يفضله لك. ايش باش تسميه؟ الله اعلم. ايش خمم؟ والله لاني مخمم. على كل ربي يوصل بالسالم يا مدام، وان شاء الله نسمع عليك. انا نحب نوصل ندائي ل10 ملايين توانس أي. انهم اللي يريني يتعاطف مع حالتي يرحمني يروف عليا ناخذ حقي من الطبيب اللي يوصلني للحاله هذه امنيتي الوحيده في الدنيا ان شاء الله. ما عندي حتى امنيه اخرى. ما نحبكش تكون انتقاميه يا عواطف، انا تحب كون ايجابيه. سيد ان شاء الله تفرح بصغيرك الساعه وربي يوصله بالسالم. وما اسمع ما تاكلناش في الزرير، عاد جيب لنا الزرير. توكلنا الزرير ولا جيب لنا كويس الزرير ولا؟ يعني نلقي ندخل للكلينيك باش نولد باش علاش عندك مكتولة في السبيطار يا مدام؟ انا بحكمي معنى الظروف اللي وصلت لها وكل شيء انا نحب نولد بالعمليه. انا مش انت تحب مدام الطبيب يحب. لا في بالي الطبيب هو اللي يقول ينجموا يولدوني عادي راه. اما انا والعمليه القيصريه يعملوها في المستشفيات معناتها عادي راه العموميه بطريقه عاديه. الطب وكل شيء عادي يولدوك كما يولدوك. لا عندهمش حتى اشكاليه فهمت. اما انا شوف مدام ما نجرحوش زاد حتى في كل شيء ولا. عندنا اكفأ الاطباء وعندنا مستشفيات جامعيه محترمه. موجود كل شيء. موجود كل شيء. تعمل عمليتك وتولد على روحك وتعملوا عمليات على القلب المفتوح يا مدام، وعمليات زرع قلب وزرع رواري واللي تحب انت معناتها. موجود كل شيء كيما موجود الطبيب. تعرف واحد ايش يقول؟ الحاله نتاعي ربي يوصل بالسالم يا مدام. انا نحب مثلا نولد في مثلا بالعمليه على الاقل حتى ولدي نهار اخر كي باش يحكوا عليا حتى كي نتعدى على طبيب شرعي يصدقني تبقى حياتي. شوف انا باش نفكر والله ما نحبش اني نجيب صغير. لا 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 سامحني، انت تخدم في انت هنا تخدم في مخك على نهار اخر، وانا فهمتك علاش. فهمتك ايش تقصد؟ انا خايفه اني نجيب صغير انت تقول ونكبر باش نقول لك لحظه ونتعب في الاخر ينحرف يا عواطف اني بغلطه عواطف ما غلطتش. عواطف فما راهو ناس من الساده المشاهدين يمكن ما فهموش الحكايه، خليني افهمهم الحكايه. انت ايش تقصد؟ انت تحب تولد بولاده قيصريه سيزاريان هكا ولا مش على خاطر لاسباب طبيه وما تنجمش تولد معناتها بطريقه عاديه؟ لا تفهم فيها. انت تحب تولد بطريقه قيصريه باش ما يتمسش غشاء البكاره ويقعد دليل براءتك موجود عندك فوق على نهار اخر. معناتها انت تحب تولد بعمليه قيصريه بدلال. هذا هو على ولدك هكا ولا؟ هذا من حقك يا مدى، ولو يلزمك يكون عندك انا في معناتها استشاره طبيه، وهذه امورك ما نجمش ندخل فيها معناتها. على كل ربي يوصل بالسالم يا مدام، وربي وان شاء الله ما نسمع لك الاخبار الطيبه. شكرا لك. ما تنسونيش ان شاء الله. لا ما ننساكش.
الليلة في برنامج عندي ما نقول لك ما تفتحش الستار، والموضوع كان أساسا متشعب، وكان موضوع معناتها حتى النقاش فيه يبدو صعيب شوية في التلفزيون. أما باهي وأنه تطرقنا إلى مثل هذه المواضيع. أولا واحد ما يلزمش يكون وذيني، هاو اللي فهمناه من الحكاية الكل، وراو فما حالات ساعات يظهر لنا وأنه ما ينجموا يصيروا كان للناس الأخرى، وتقول سبحان الله ما صار لي كان لي انا. ساعات يا سيدي ما تجيك لك انت هالحكايه هذه، الله غالب وهاي عاينه صارت. وعلاش ديما واحد يسبق الشر؟ ينجم يسبق الخير، راهو ما فما حتى مش. على كل ان شاء الله في الايام القليله القادمه نوافيكم باخر التفاصيل في حكايه عواطف وعمر. مشاهده طيبه للجميع. بعد الفاصل باش نتعرفوا على سيمانة اللي تعرضت أخته لزوز عمليات اغتصاب، الشيء اللي خلاها تهرب من الدار. أما توا باش نتبعوا حكاية عواطف اللي طردها رجلها من الدار ليلة العرس وطعنها في شرفها. مشيت مع واحد، هي مصوحبة واحد. مصوحبة؟ أي مصوحبة واحد فهمني، والسيد هذا ما نعرفوش، معناها هزها غرباء، هزها لدار، قال هذه دارنا احنا وغرباء، معناها قال هذه دار أختي وأمي معناها هنا، فما بنت عمو هي ولا صاحبته ما نعرفوش فهمني، ما نعرفش الحكاية بالضبط. دخلها للدار وحسب ما فهمت هكاك سكر على الباب فهمني وتعدى عليها.